صباح الخير. تعليم اللغات من أهم الحاجات اللي بتكون مع حياتنا، لأن كل ما بتتعلم لغة أكتر فرص شغلك بتزيد أكتر، وبتقدر مستواك ودخلك ومعيشتك بيكون أفضل وأفضل. فموضوع تعليم اللغات مش حاجة من الحاجات اللي مش أساسية في حياتنا، لا هي أساسية جدا في حياتنا. وكل ما حتى إن كل الأجيال الجديدة بيتعلموا لغة أكتر واتنين وتلاتة وأربعة، وكل ما بيكون لغتك أكتر بتستفيد أكتر وأكتر. عشان كده هنبتدي النهاردة هنتعلم حاجة تانية جديدة هقولها لكم بس بعد كده. صباح الخير أو بونجور. النهاردة هنتعلم إزاي نتعلم فرنساوي في 5 خطوات بس. 5 خطوات صدقوني، والموضوع هيبقى سهل جدا وممكن تطبقوه على أي لغة تانية. مش هقول إن أنا مدرس فرنساوي هايل، صحيح كنت بدرس زمان، بس في نفس الوقت الموضوع سو سامبل جدا، وخدته من طريقة ظريفة جدا. لما كنا بننزل الصعيد نتفرج على الآثار، كنت بتلاقي المرشد السياحي اللي بيجي لك أو مع أفواج سياحية بيتكلموا الفرنساوي أو أي لغة تانية بيتكلم معاهم ما شاء الله. طيب، الراجل ده في مرة من المرات سألت واحد منهم، قلت له أنت كنت بتتعلم في مدرسة إيه زمان أو في كلية إيه؟ هل أنت معاك ألسن أو آداب أو whatever؟ قال لي لا، ده كله بالبراكتس، كله بالتجربة يعني، بالتجربة بس. فكانت النتيجة ان انا ابتديت افهم ان موضوع الفرنساوي مش هو او اللغة عادة مش هو انك تتعلم الجرامر والنحو والكلام من ده. المهم ان انت عايز تتكلم. والكلام خلي بالكم، حتى احنا عندنا في العربي عندنا حاجة اسمها النحو، وعندنا حاجة اسمها الدارج، اللغة الدارجة. والنحو ده اللي هي القواعد. انت مش هتطلع اديب او كاتب عشان تقعد تكتب فرنساوي وتكتب شعر مثلا وكلام من ده عشان تتعلم الجرامر. في اساسيات طبعا لازم تتعلمها في الجرامر بتاعه، النحو بتاعه. وانما في النهاية انت عايز تتكلم. عشان تتكلم هم 5 خطوات هنعملهم النهاردة. يا ريت خليك معايا عشان نبتدي. بس قبلها بليز، اللي مشتركش في القناة يا ريت يشترك، اللينك هتلاقوه تحت الفيديو على طول عشان يبقى سهل عليكم الاشتراك. في نفس الوقت لو طبعا عجبك الفيديو ممكن تشيره عشان غيرك يستفيد، ولو ممكن اللايك بتاعك على اليوتيوب يبقى شكرا لك. يلا نبتدي بالخطوة الأولى. بص، في حاجة بتقول لك إيه دايما، الكاتب العظيم والمفكر الرائع أحمد حلمي قال لك إيه: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. عارفين طبعا الموضوع ده، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. عشان تقدر تعمل حاجة لازم تكون بحبها. لو انت بتحبش اللغة من اساسا، اللغة الفرنساوي، مش هتقدر تمشي فيها. عشان كده افتح نفسك ليها. ما تقولش الكلام اللي بسمعه من ناس كتيرة جدا: دي لغة صعبة، دي لغة وحشة، دي لغة مش عارف ايه. مفيش حاجة مش سهلة، بس كل حاجة بتيجي لو انت حبيتها. ما تقوليش ان انت قدرت تكون صيدلي لو انت ما حبيتش صيدله. ما تقوليش ان انت بقيت دكتور لو ما حبيتش تكون دكتور. المهنه بتاعتك لو ما بتحبهاش مش هتشتغلها، مش هتتعلمها، مش هتقدر تاخد شهاده فيها. يبقى اول خطوه حب اللغه، حب الفرنساوي، وقول ان انت تقدر تعمله. نمره اتنين، مش نمره اتنين، هي في نمره واحد برضو، خلي عندك ثقه في نفسك انك تقدر تعمل كده. فكر كويس كده واقعد قول لنفسك ايه: طب وهو الراجل الصعيدي اللي هو بيمشي مع افواج سياحيه يتكلم معاهم كده بالفرنساوي هو افضل مني في تعلم اللغه؟ طبعا لا. ودي طبعا كنت بقولها لاي حد بيتعلم السواقه: اقعد بص اللي حواليك كده وقول: هو اللي بيسوق ده احسن مني؟ ما هو اكيد كان ابتدى ما كانش بيعرف وبعد كده اتعلم. وانت نفس الموضوع، خلي عندك ثقه في نفسك ان انت هتبتدي وبعد كده هتكمل الاول. دي نمره واحد. طيب نخش بقى في الايه، في الغويط شويه، ازاي نتعلم فرنساوي. خد عندك اسماء الناس دي: سيلين ديون، لارا فابيان، انريكو ماسيس، ميراي ماتيو، آه، داليدا. دول 5، في طبعا غيرهم كتير كانوا بيغنوا بالفرنساوي. حضرتك هتعمل اللي اقول لك عليه ده بالورقه والقلم زي ما اقوله بالظبط لو انت فعلا عايز تتعلم بسرعه. حضرتك طلع اغنيه من الاغنيات بتاعت الناس دي، الاغنيه تبقى سلو هاديه، يعني مش اغنيه من الضرب والرزع اللي بتمشي بسرعه. اختار اغنيه وهقول لك مثلا ايه. آم، زي مثلا اوريكم من ممثل مثلا لي في دو مون بيي، زي مثلا ممكن تلاقي ميراي ماتيو مون اج دو سيزون، حاجات كده. اغاني كلها هاديه. في اغاني تانية بتاعت ناس تانية: في زون لامور، فاس ا فاس، الاغاني دي. حضرتك طلع الاغنيه، اسمعها. نمره واحد، اسمع الاغنيه من غير ما تعمل اي حاجه خالص. نمره اتنين، تجيب ورقه تسمع الاغنيه تاني، وممكن توقف وانت حضرتك بتسمع بتكتب اللي سمعته.
ايا كان ايه هو اكتبه. نمرة 3، هات حضرتك الكلمات بتاعت الأغنية، اسمها ليكرا، طلعها من على الإنترنت، ليكرا بتاع الأغنية، واقعد راجع لنفسك أنت إيه الغلطات بتاعتك أيا كانت الغلطات. نمرة 4، اكتبها تاني الأغنية. نمرة 5، غنيها واحفظها بنفس النطق بتاعها. طب الخمس خطوات اللي احنا عملناهم في نمرة 2 دي، في الخطوة نمرة 2 هيفيدونا في ايه؟ نمرة 1 الإملاء، الاول السمع، سوري، انت بتسمع وبتكتب، فتاني حاجه الاملاء. 3 بتشوف اخطائك بتصلحها فهتبتدي تعرف. نمره 4 هتاخد الاغنيه بتنطقها بنطق صحيح، فالبرونونسيشن بتاعك هيطلع صح. نمره 5، اهم حاجه في الموضوع ان انت ابتديت كمان تعرف كلمات جديده عليك هتاخدها اكسبريشن من الاغنيه، زي مثلا فصفص. فصفص يعني ايه؟ وش الوش. مش محتاج حتى تترجمها، ده انت محتاج ان انت مع سياق الكلمات هتفهمها. مع سياق الكلمات هتفهمها. اذا دي تاني خطوه حضرتك تعملها. يبقى اول خطوه الثقه، وانك الاول تحب اللغه وتكون واثق في نفسك. نمره 2 تعمل الخطوات اللي انا قلتها لك دي. نمره 3، حضرتك لما تكون في عربيتك ماشي او في بيتك، شغل حاجه فرنساوي، اخبار بالفرنساوي، شغل فيلم فرنساوي، شغل اغاني فرنساوي. ما تعملش حاجه انك تقعد تسمع فرنساوي في البيت، في العربيه، في كل مكان انت فيه. ما تسمعش حاجه تانية في الفترة اللي انت بتتعلم فيها، اسمع فرنساوي بس. يبقى دي تالت حاجة. رابع حاجة لو سمحت، الجرأة. الجرأة، ما تخافش. انت قاعد في مجتمع، سواء كان في بلاد هجرة او في مجتمعك في مصر وطبر في اي حتة، اي مكان بيتكلم فرنساوي روح واتكلم. روح واتكلم، ما تخافش. بس اعمل اللي هقولك عليه ده. حضرتك لما بتروح تشتري كيلو فاكهة من اي حتة، بتخش تقول له إذا سمحت أنا أريد أن أشتري كيلو من هذه الفاكهة، ولا بتقول له صباح الخير كيلو برتقال؟ صح؟ طب لما بتيجي تدفع تقول له كم تريد أن أدفع لك، ولا بتقول له كم؟ صح؟ إذا ما تعقدوش الموضوع. مش هو هنعمل جمل، هي كلمات، لأن احنا هنتكلم فرنساوي دايركت. فلما تيجي تخش تتكلم في أي محل، كل اللي هتكون عارفه هتقول له بونجور صباح الخير، وبعدين تقول له سي ا كومبيان. سي ا كومبيان بكام؟ وبعد كده سهل جدا تقول له انا عايز من دي، جو فو ان كيلو، عايز كيلو. الكلمات الصغيره هتخليك تعرف تتكلم احسن. مع السمع اللي انت بتسمعه، مع الاغاني اللي انت بتحفظها، هتلاقي نفسك احسن واحسن. وكل مره بتتجرأ وبتتكلم وبتسمع حاجات جديده، هتتعلم احسن واحسن. دي نمره 4. نمره 5، اخر حاجه عشان تسهل على نفسك اللغه، لو انت بتعرف انجليزي شويه، في قواعد ما بتختلفش عن الفرنساوي. بمعنى لو في الانجليزي في كلمه اخرها تي اي او ان، في الفرنساوي هيبقى برضو اخرها تي اي او ان. ما فيش اي اختلاف. اكشن، اكسيون. كل الفرق ان انت بتدلعها بالفرنساوي، بتدلع الكلمه بالفرنساوي، بتدلعها. مع الفرنساوي ده لغه دلع، لغه جميله، بتدلعها. فانت اكشن، اكسيون. تقول ريترو اكشن، ريترو اكسيون. مش عارف، انفورميشن، انفورماسيون. كده كلمات بالطريقه دي. والحاجه التانيه في الموضوع ده برضو اللي لازم تعرفوها، ان في كلمات كتيره جدا في لغتنا في مصر كنا بنتكلمها بالفرنساوي. زي، ودي هنزل عليها فيديو مره تانيه، بس في كلمات كتيره جدا من غير ما انت تاخدها. بتقول بلكونه، هي بالكون. قميص، شميز، بتقول مثلا فيتيس، هي فيتيس. يعني انت هتفاجئ ان في كلمات كتير اوريدي انت بتستخدمها، كنت بتستخدمها من زمان وانت مش دريان، وهي كلمات فرنساوي. كويس. ركزوا في الخمس حاجات اللي انا قلتهم، ما تنسوهمش مره تانية، هعيدهم لكم بسرعه. لو سمحت خليك حب اللغه وخلي عندك ثقه في نفسك. نمره 2، اعمل الخمس خطوات اللي انا قلت لك عليهم في الاغاني. نمره 3، اسمع كتير فرنساوي من كل حاجة، أخبار أو whatever أي حاجة. نمرة 4، خليك جريء وأنت بتتكلم. نمرة 5، خد القواعد اللي تقدر تمشيها مع بعض واحفظ الكلمات دي، وده هيسهل لك. تطبق الكلام ده كمان على أي لغة هتلاقيه بيمشي معاك، مش بس الفرنساوي تقدر تعمله. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم، وإن شاء الله الفيديو جديد. سلام.